السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على الأحداث الإرهابية في منطقة أوسرد المغربية جنوب المملكة بالقرب من مدينة الداخلة والحدود الموريتانية. غادي نشوفوا شنو هي الملابسات ديال هذا الهجوم الثاني بعد الأحداث ديال السمارة، الأحداث الإرهابية. شنو هو رد فعل ديال المغرب فين وصلت تحقيقات ديال احداث السماره؟ واش فعلا هاد الانطلاقه ديال هاد الصواريخ من طرف المرتزقه كانت من الاراضي الموريتانيه؟ وعلاش المغرب ما تردش وعلاش ما خرجش باي تصريح؟ هذه كلها اسئله كتبادر للذهن ديال كل المغاربه. كنقولوا بان هذا الشيء راه زاد على الحد ديالو. واش المغرب فعلا تم الاختراق ديالو؟ واش المخابرات المغربيه اللي تتعترف بها دول عالميه كبرى ما قدراتش انها تعرف ان هناك هجوم على كل من السماره والان بأوسرد؟ اذا هذا الشيء كامل ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نطرقوا ليه في هذه الحلقة، ونحاولوا أننا نناقشوه نحلوه ونشوفوا فعلا واش المغرب غادي يرد بقوة وما مدى فاعلية القوات المسلحة الملكية والمنطقة العازلة بطبيعة الحال حتى هي داخلة في هذا التحليل. قبل هذا الشيء كنبغي أنني نعزي دولة الكويت الشقيقة والشعب الكويتي الشقيق في وفاة أمير الكويت. الديوان الأميري كيبلغ بكامل الحزن والأسى عن وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح. إذن تعازينا الحارة إلى الكويت. إذن غادي نمشيو البارح سمعنا هذا الخبر، وأول جريدة اللي نقلاته هي جريدة هيسبريس المغربية. 4 صواريخ كتضرب الإقليم ديال أوسرد. أوسرد فين جا؟ أوسرد هو قريب من مدينة الداخلة، مثلا نقولوا تقريبا واحد 260 كيلومتر باش كيبعد عن مدينة الداخلة. وهاد الضربات ديال الإرهابيين المرتزقة ديال البوليساريو جات بعد ضربات إرهابية اللي كانت في مدينة السمارة واللي مشى ضحيتها واحد المواطن مغربي مهاجر شاب مغربي. والمغرب دار تحقيقات، ولكن فين هي المآل ديال هاد التحقيقات؟ فالآن كنتفاجئوا بالأمس بعملية تقريبا مشابهة، لأنها هاد المرة كاين اختلاف. الاختلاف هو المنطقة اللي ضربوا فيها، اللي طاحوا فيها هاد الصواريخ. منطقة اللي هي ديال أوسرد، عدد الساكنة ديالها 6000 تقريبا مواطن مغربي. وكانت القوات المسلحة الملكية في وقت سابق طالبات من الساكنة والرعاة أنهم يتوخاو الحذر وما يخرجوش لواحد المناطق اللي كاينه تما، لان القوات المسلحه الملكيه غادي دير واحد المناورات بالذخيره الحيه نهار 19 من هذا الشهر. اذا واش المخابرات المغربيه او الدوله المغربيه كانت تعلم بان هناك غادي تكون واحد العمليات ارهابيه فكانت مستعده لها؟ وهنا تنتكلموا إذا ما ثبت أن هذا الطرح صحيح، فأن السلطات أو أن المغرب بغى يدير للمرتزقة ديال بوليساريو، بغى يخليهم أو يستدرجهم ويديرهم في واحد القفز يثبت عليهم أنهم راه فعلا مرتزقة إرهابيين. هذا واحد احتمال يمكن يكون صحيح، يمكن يكون غلط بطبيعة الحال. وأنا صراحة كنميل هذا الاحتمال
علاش؟ لان المخابرات المغربيه اللي كيف ما قلنا انها كتعامل مع الدول الكبيره والخبره اللي عندها سواء في التظاهرات العالميه الكبرى مثل قطر، وحتى مثل شفنا مدير ديال الامن الفرنسي كيفاش تلاقى مع الحموشي، وكيفاش كيستعنوا بالمخابرات المغربيه وبالامن المغربي حتى في الالعاب الاولمبيه الباريسيه. فإذا كان هذا الطرح صحيح، شنو باغي المغرب؟ علاش مثلا خلاهم واخا غادي يضربوا هاد الصواريخ غير في الخلا، لكن هنا تنقولوا بانهم راه تمكنوا انهم يوصلوا للعمق المغربي، لان حنا الداخل المغربي راه ماشي كنتكلموا على المناطق العازله، ولا تنتكلموا راه الان جوج ضربات متتاليه في التراب المغربي. هنا الا مشينا كيف ما قلت في هذا الطرح، فالمغرب الهدف ديالو انه اثبات التهم اللي هي حقيقيه عليهم بان هاد المرتزقه راهم مرتزقه ارهابيه. الطرح الثاني الى القوات المسلحه الملكيه والمخابرات المغربيه ما كانوش على علم بهذه الضربات وهي مفاجئه. مزيان، تيبقى السؤال هنا، هل هناك تقصير مغربي؟ ومن أين جاءت هذه الضربات؟ الناس شفت بعض التعاليق اللي كتقول بأنها، أو بعض الإخوان اللي كيتكلموا على وسائل التواصل الاجتماعي على أن الضربات هادو الإرهابية جاءوا من الأراضي الموريتانية، وبدا كلشي تيتكلم على الأراضي الموريتانية. أنا كنستعمل شوية المنطق. إلا شلنا المسافة اللي كاينة ما بين السرد، المنطقة اللي طاحوا فيها الصواريخ، هي 6 كيلومترات باش بعيدة فين طاحوا هاد الصواريخ. 6 كيلومتر، ما كاين كيقول ما بين 3 حتى 6 كيلومتر باش بعيدة على مدينة السرد الساكنة، فين كاينة الساكنة. فملي كنتكلموا على الصواريخ اللي استعملاتهم او اللي كتستعملهم هاد المرتزقه، حنا تنتكلموا على صواريخ هي مثل صواريخ الجراد، وهذه جايه من عند الايرانيين وهي مطوره، لان الصواريخ ديال الجراد كتمشي تقريبا 45 كيلومتر. صواريخ ما كان عندهاش مسافات طويله. الا كانت مطوره تمشي حتى 60 كيلومتر. مزيان، شحال كاينه المسافه ما بين الحدود الموريتانيه او الاراضي الموريتانيه والسرد او المكان ديال المقذوفات فين طاحوا؟ كاينه تقريبا ما يزيد على 120 كيلومتر. اذا منطقيا او حسابيا يستحيل ان هاد الضربات او هاد المقذوفات جايين من الاراضي الموريتانيه. شنو كيبقى؟ الاحتمال الثاني انهم من داخل المناطق العازله، اذا هذا الصمت اللي هو يسبق العاصفه او السكوت الذي يسبق العاصفه من عند المغرب كيذكرنا بالاحداث ديال معبر الكركارات، لما خرجت المرتزقه ديال البوليزاريو ومعاهم او من وراءهم الجزائر، وبدات تتغنى بانتصارات وهميه وبانهم راه سدوا الطريق على تجار الشاحنات المغاربه، وبانهم يتحكمون حتى جاتهم الضربه القاضيه بغلق معبر الكركارات والتشطيب ديال المرتزقه ديال البوليساريو والجردان، وما بقاو غير صناد لهم والدق تم كيف ما قال الفنان ديالنا حاجب. اذا المغرب حاليا بعد تاكيد، المغرب شنو تيدير حسب اعتقادي انا وتحليلي انا، انه تيجمع ليهم في الحساب، ونهار الفوره يبان الحساب، والحساب ديالهم تقال كتار. المره الاولى
بين للعالم المغرب في الضربات او الهجمات ديال السماره، اكد للعالم ان هاد اللي كيدعيو انهم راه غير مناضلين وصحراويين عاديين راهم مجرد مرتزقه ارهابيه يهددون الامن والسلم في المنطقه وليس في المغرب فقط. باش غادي يبين المغرب هذا الشيء؟ بالمحققين ديال بعثه المينورسو اللي كانوا معاه ومتابعين للامم المتحده اللي مشاو مباشره مع السلطات المغربيه لمعاينه تلك المقذوفات والمكان وكل صغيره وكبيره. اذا الملف ديال المغرب كان جاهزا، وهذا الشيء راه اثير حتى في الامم المتحده ومجلس الامن. والدليل على ذلك الزياره ديال مساعد وزير الخارجيه الامريكي الى الجزائر جوش هاريس، اللي تكلم على هذا الشيء وانذر الجزائر انذر البوليزاريو عبر الجزائر، وهو في نفس الوقت ينذر الجزائر بان اي تصعيد فهو غادي يكون له ما له وعليه ما عليه. هذه الضربات الثانيه الان تؤكد بالحجه وبالدليل على أن هاد المرتزقة هم خطر على المنطقة والأمن، كيف ما قلت ليس ديال المغرب. لأن الخطة ديال الجزائر شنو هي كانت تريد تحويل، ما أنها ما لقاتش حتى منفذ وكتعرف أن الهزائم هي اللي كتسناها، كانت كتحاول نقل هاد العمليات ديالها ناحية موريتانيا. ولكن المغرب اللقاءات ديال مسؤولين عسكريين مغاربه اللي تلاقاو مع نظرائهم الموريتانيين فهي سدت لهم المملكه المغربيه اي منفذ، فما بقى لهم الا محاوله اثاره هاد اننا راه نقدروا نوصلوا لكم. كان المغرب تيقول لهم الا كنتوا غتضربوا غير الخلا اجيو ضربوا، ولكن راه غادي تكون نتيجه اكبر مما تتخيلون ومما تتصورون. الان المغرب وهذا الشيء راه طرقنا ليه سنوات هذه، شنو هو الهدف ديالو؟ الهدف الرئيس ديالو هو ادراج ويظهر للعالم ان هادو راه مرتزقه ديال البوليزاريو، راهما ارهابيين، جماعه ارهابيه تمولها الجزائر وتدربها ايران، والادله كاينه، وتمولها ايران. واللي زاد اكد هذا الشيء انهم اصبحوا يستعملون مرتزقه افارقه كاينين بالحجه وبالدليل. اذا جميع الحجج هي كاينه في الملف. شنو بقى وعلاش المغرب في ماذا؟ شنو تنتظر المغرب؟ كاين اللي كيقول لك لا خصنا نردوا لان موريتانيا وخصنا نردوا عليهم وخصنا. المغرب عمره ما كان كيزرب، خاصه في هذا الشيء اللي هو كيتعلق بالامن القومي واللي هو حساس، لان تقدر تزرب وتولي انت عوض انك تكون في المنطقه ديال الدفاع وديال الحق تتولي انت اللي متهم. فالمغرب بالرزانه ديالو، ف كيف ما كنقولوا راه قلتها شحال من مره، المثل المغربي فالمخزن كيعرف قبل ما يسرج كيلجم، فكيعرف شنو تيدير. اذا المرحله القادمه للمغرب واللي حاطه نصب العين ديالو هي حذف هذه المنطقه العازله انذاك لكل حادث حديث. منين غادي يحيد المغرب كيف ما دار في القضيه ديال الكركارات او المعبر ديال الكركارات، غيحيد هذه المنطقه العازله، غنوليو ملتصقي الحدود مع موريتانيا. لان حتى الدور الان، وهنا علاش قلت لكم اذا كانت هذه المقذوفات ما جاياش بطبيعه الحال من موريتانيا، لان منطقيا فغتكون جايه من المنطقه العازله. الا كانت جايه من المنطقه العازله
فهنا أين أنتم أيها البعثة ديال المينورسو اللي كتراقبوا؟ إذا الدور ديالكم ما كتقوموش به كما لازم. وها هو المغرب الآن يتم تهديده في التراب، داخل التراب الوطني. إذا لا داعي لاستمرار هذه المنطقة العازلة. باي باي، السلام عليكم. وأنتم تتفهمون الأمر. وها هما فراه مشاو البارح إلى عين المكان بعثة ديال المينورسو حسب جريدة إسبريس بطبيعة الحال. إذا المغرب باغي أنه يحيد المنطقة العازلة ويقول لهم أجيو دابا من حقي اللي قرب غادي نبندرو. أنا ذاك إذا سقعهم الله وجات شي رصاصة ولو رصاصة من الأراضي إما الموريتانية وإما الجزائرية، هذاك حديث آخر غادي تسمى عدوان. ومن حق المغرب أنه يرد بقوة، لأنه ما غاديش يبقى عندهم شي كلام بأنهم لا حكارة من المنطقة العازلة ولا كما كيسميوها الأراضي المحررة. إذا ما نزربوش، التحقيقات مستمرة. المغرب ذكي، عارف شنو تيدير، قاري ليهم صواريهم، قاري ليهم الأفكار ديالهم ديال البوليزاريو أو بالأحرى ديال الكابرانات. وما نخرجوش بإشاعات، لأن مع أي حادث تتخرج إشاعات بدون دليل. نحلل، نقدروا نحلوا كما هو شأننا كيف ما قلت، ولكن ما نقولوش شي حاجة راه هذا دار وهذه فعلات وهذا فعل وراه لقاو وحدين هنا. هذوك الإشاعات لا تخدم المصالح ديالنا أو المصالح ديال الوطن. هذا في نظري والله أعلم. نتمنى الإخوان أنكم تعطيونا في التعليقات ديالكم كيفاش كتشوفوا، واش هادشي اللي قلت صحيح أو متفقين معاه، أم أن هناك أشياء أخرى يمكن أنني غفلت عليها. تحياتي للجميع، حفظ الله هذا البلد وحفظ أهله، وعاشت المملكة المغربية، عاش الملك، عاش الشعب المغربي الأبي. إلى اللقاء.